السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة سكر الباجوري للحمام. صباح جميل، صباح شريف على كل متابعينا بره مصر جوه مصر في أي حتة. المهم إن إحنا كلنا بنتابع بعض، كلنا إخوات، وربنا يجعلنا سبب في الخير لأي حد. وصلوا على حبيبكم المصطفى عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، النهاردة عندنا موضوع بسيط وجميل لكن ليه أهمية. إيه هو يا عم وليد؟ أقول لحضرتك يا باشا إيه هو. موضوع نظافة وتقليم أظافر الحمام. مالك ده في البني آدمين، لا يا باشا وفي الحمام. ليه بقى؟ زائد نظافة المشخ. زائد إيه؟ نظافة المشخ. ليه؟ أقول لما بتيجي حضرتك تلقي لو فرد الحمام أو ضفره بيبقى كبير، بيجي لما يركب على الطيرة عشان يشحط فيها الضفر بيضرب في الطيرة، لأنه حامي وطويل، بتخلي الطيرة تاخده وتقوم ماشية بيه. طبعا أصبح كده هنا الحصى بيروق من حضرتك. دي من ضمن أسباب وترويق الحصى. تمام. ايه تاني حاجة يا عم وليد؟ موضوع المشخ. ايه موضوع المشخ؟ ممكن يكون عند الطيرة، عند انا اسف في اللفظ مخرج الطيرة، بيكون طالع ريش صغير بينبت اسمه دبابيس. الدبابيس دي لما العازب بيجي يشحط على الطيرة ويجي يكسر، الدبوس بيروح شكه، بيروح نازل من على الطيرة. هنا بيبوظ، هنا بتبوظ الكسرة، بتبقى على الفاضي. هنا اصبح ان العازب بردك بيراقب، فبنضطر نجيب الطيرة من ورا ونمسكها نحنن الريشه، مش نشدها ولا نخلعها، نحنن كده الريشه بالراحه. ولو في اي حاجه في مخرج الطيره زبل، نشيله بالراحه كده برفق، لان مخرج الطيره حساس جدا. تمام. كل ده بيساعدنا على ايه يا جماعه؟ بيساعدنا ان احنا نأهل الحمام للقو بتاعنا. او لو انا لاقي بخلي بالي عشان ربنا يكرمني والحصى بتاعي يطلع عمران، وربنا يعوض عليا، ونرجع ونقول مجهودنا ما يروحش في الارض تاني، ولا المصاريف اللي حضرتك بتصرفها على الحمام تروح في الارض. شكرا لكل متابعينا وشكرا لكل اخواتي. يا رب يا رب الموضوع يكون بيكون مفيد لاخواتي يا رب. واستاذنكم بالمتابعة واللايك والاشتراك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.